هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا قررت اشتري كرتون معين عشوائي. فحبيت افتحه وياكم. صراحة ما توقعت اللي طلع. خلينا نشوف سوا. وهاي اول شي طلع فناجين اكثر من 20 او 25 فنجان، والمشكلة انه اني ما احب القهوة، يعني مو هالقد وياها. فاخذت الزينات، صار يمكن بال20 واحد، وتركت المزينات اللي هو مكسور او مثلوم. وهنا طلعت أماعين صغار، يعني مال حلاوة. الكثير من الماعين. هم طلع بيهن تالف تقريبا 2 3 هيك شي. وأماعين مرة ثانية. هنا من الصدمة ما رضى أشيل الكرتون. المشكلة نفس الحجم ونفس الشكل، يعني ماكو اختلاف. ردت لي ماعون شوية مال تمن، ماعون أكبر بعد أكثر، ماكو. وهنا هاي طلعت مال مزهرية، ما أعرف شنو اسمها بالضبط، بس هي مال ورد. وهنا هم ماعين بس غير شكل، عود على أساس غير شكل، غير نقشة يعني، بس هم نفس الحجم. والصدمة الأخيرة هم ماعين. هذا طلع لي قدر، ما أعرف هو حراري يعني بايركس تحمل الحرارة أو بس هيك فقط زينة. لسه ما أعرف شنو أسوي بيه. بس أنا ما أعتقد هذا بايركس. هذا هماتين ما أعرف شنو الصراحة. أعتقد أنا خمنت إنه هماتين مال ورد، لأنه قوري كان بيده بقبق. وهاي وحدة ثانية هماتين مال ورد. وهاي وحدة ثانية نفس الأولى اللي طلعتها. اثنين يعني منطيني من ذيك نوعين ومن هاي نوعين.
والمزيد من الماعين. والمشكلة إنه كلهن نفس الحجم ونفس الشكل، يعني أنا صراحة ما فرقت بيناتهم. كنت أتمنى إنه يطلع لي كرتون متنوع من الماعين ومختلف، بس يلا عادي. أول شي ضجت الصراحة، بعدين قلت يلا هو رخيص يعني مو ذيك القيمة المادية. وآخر شي قمت وزعتهم لأهلي والأهل زوجي. واشتريت كوشات 2 كنت محتاجتهن كلش حلوات وناعمات. وبعدين قررنا نتسوق مشتريات بداية الشهر. وأول شي هو جبن للبيتزا، مو شرط للبيتزا، بشاميل، وأكو هواي أشياء متنوعة أنا أقدر أسويها بالجبن. وبامية، هاي الكفيل هاي أول مرة أنا أجربها. وباقلة هاي ما تخلى عندي، كل شهر لازم أجيبها وأسوي تمن باقلة وتمن باقلة بدجاج وبأنواع هماتين مختلفة. وأكيد ولازم وياها شبنت. وجبت من هذا ناجتس دجاج، قلت للعشاء يفيد أكثر شي هذا أسوي. والصدور دجاج من البوادي، أنا دائما كنت أشتري من الكفيل بس هالمرة راح أجرب البوادي، لأن صراحة قلان الكفيل يعني خاصة من ناحية الدجاج. هاي واحد ثاني. وفطر، وهذا جرجير للزلاطة، أو عادي تقدرون تاكلونه هيك يعني بدون زلاطة. معدنوس أو بقدونس، ثوم أكيد لازم، وفلفل حار. صراحة أنا مو هواي أجيبه يعني مو كل شهر، بس هالمرة حبيت أجيبه حتى أضيفه ويا الفطر. وذرة، طماطة، هاي مو هالقد يعني مو قوية لأن جبتها للبامية فعادي يعني. وأكيد لازم فواكه، ما نقدر بدون الفواكه الصراحة. ولالنجي أكيد تعرفونه يعني. وهاي الفاكهة هي مو سندي، تشبه السندي، ما أدري شنو اسمها نسيت. وطعمها يصير حامض حلو، كلش طيبة. وأكيد أنا أكيد أجيب دبس الرمان المنتظر، ما أجيب غيره، لأن هذا أطيب دبس رمان أني ضايقته يعني ومستخدمته. وملح عادي أي نوع من الملح، بس هاي العلبة أني حبيتها. وحبيت أجرب شاي الكرك، هاي أول مرة أذوقه. أكيد ريوقات، إحنا مو هالقد الصراحة وهي الأجوان، بس يعني لابد إنه ما يصير البيت يخلى بدونها. وأكيد نوتيلا، والمزيد والكثير من الأكيد. وأني أكثر عصير أحبه هو هذا راني الحبيبات، وخاصة يكون بطعم الأناناس،
كيت كات، هذا ما أدري يعني أعتقد هذا تقليد واضح. سنيكرز وتوست للريوق أو تستخدمونه ويا النوتيلا لأطفالكم يعني للمدارس. وهاي ركسونا رجالية لزوجي. بس إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تدعموني وتشتركون بالقناة وتكتبوا لي تعليقات حلوة مثلكم. مع السلامة.